السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي طبخه مع آية. النهارده هنعمل حاجه سهله قوي وبسيطه قوي وبنحبها قوي قوي، وهي التوميه السوري. هنعمل التوميه بطريقه سهله ولذيذه زي بتاعه المحلات واحلى كمان. المقادير عندي 3 فصوص توم مفرومين، 3 معالق كبار مايونيز، 3 معالق نشا، ملح، خل، ليمون، زيت، وكوباية مية. ال3 معالق نشا كوباية مية. اول حاجة هنعملها، عندي حلة على البارد، هنضيف كوباية المية، ثلاث معالق نشا، وهنضيف كمان معاها الثوم، هندوب النشا كويس قوي على البارد قبل ما نرفعها على النار. هتقولوا لي ليه حطيتي الثوم ويتعرض لدرجة حرارة؟ هو مش هيتعرض لدرجة حرارة اكتر من 3 دقايق بس، علشان الثوم ليه لسعة، فاحنا عاوزين ناخد طعمه وما ناخدش اللسعة بتاعته وهو ني. دلوقتي هنرفعه على النار. انا اهو رفعت النشا بتاعي على النار، ولازم ايدينا تبقى فيه بشكل مستمر علشان ما يتكتلش معانا، وخصوصا ان عاملين كمية قليلة فالنشا هيمسك قوي بسرعة. النشا خلاص اهي ابتدت تستوي وجمدت معانا شوية، مش اقل من نص دقيقة وهقفل عليها. ده القوام المطلوب، وكل ما تقعد على النار كل ما هتمسك اكتر. كده هقفل عليها وهسيبها تبرد. تاني حاجة هنعملها، هنجيب المفرمة بتاعتنا، هنضيف فيها المايونيز،